لا حديث داخل نادي الزمالك الا عن حل القيد ومشاكل القيد، والاشاعات هتفضل مستمره على نادي الزمالك، وهيفضل الضغط على نادي الزمالك جامد جدا جدا، لدرجه ان في هبده جامده جدا جدا طلعت من 10 دقائق حمار من ضمن الحمير اللي بنصادفه. الزمالك رد عليها حالا، لسه الكلام لسه شغال من 10 دقائق، يعني قبل ما وانا بصور الفيديو او لغيت الفيديو بدات اعيد تاني الكلام واشوف الكلام ايه واللي حصل ايه، وموضوع ان في حكم تاديبي او قرار او ايقاف قيد تاديبي على نادي الزمالك. مين علشان اضيع معاك وقت السبيل؟ طلع بيها قاعد جهابذه الناس اللي بتطلع تتكلم في القانون ويقول لك اصل الحكم في الدرج والختم في الدرج والكلام اللي هو ايه. انت قادر تم لسانك ولا لا؟ عارف اقول لك على حاجه، والله العظيم انا يعني مستغرب على الناس اللي هي تقول لك خبير قوانين، خبير لوائح، خبير مش عارف ايه. يا عم انتوا مالكم مال الكلام ده؟ وحضرتك درست فين؟ تخرجت من اي جامعه؟ يعني حضرتك مش خبير طرش. حاله من التخبط والعشوائيه. سيد بانجر اللي عاش طول عمره سيد بانجر، الناس كلها بينادوا له يا سيد يا بانجر، خلاص ما بقاش سيد بانجر، بقى علي بانجر. يشهدها نادي الزمالك في خلال الساعات الماضيه ومن الامس للنهارده بعد صدور حكم قرار ايقاف القيد لفترتين. اما البت عليا بعزاتي علي هراء بسبب مستحقات المغربي صلاح مصدق. وانا بانجر وهعيش طول عمري بانجر. وهو مش بس بسبب ايقاف القيد فترتين، لا ده كمان ايقاف قيد تاديبي ضد نادي الزمالك، واي حد يقول لك غير الكلام ده قول له لا معلش. يا اخي دمي لما يلهفك يا بشخ بالطرش.